مساء النور على متابعين الحلوين، عاملين ايه؟ هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهاردة لحمة ورز وبسلة بطريقة جميلة جدا وسهلة. اول حاجة نزلنا بالطماطم والبصل، بعد كده نزلنا بالتوابل بتاعتنا اللي هي ورق لورا وحبهان وملح وفلفل اسود، بس بنخلي الملح في الاخر عشان اللحمة تستوي كويس. بعد كده بننزل باللحمة زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله الله اكبر، اللحمة زي العسل، تحفة جدا. بننزل في مية مغلية بكل حاجاتنا الجميلة عشان ناخد منها احلى شوربة. بعد كده زي ما انتوا شايفين انا بشيل الريم اللي على الوش عشان تبقى شوربة اللحمة بتاعتك صافية وجميلة جدا، تعملي منها احلى اكل. شلت كل الريمة اللي على الوش عشان شوربتك تبقى صافية وجميلة جدا. انا بحب اشيل الريمة. بعد كده هنا قطعت الجزر، عندي جزرتين هقطعهم قطع صغيرة، والبسلة بتاعتي متفرزة وجاهزة على التسوية. هبقى انزل لكم طريقتها في فيديو تاني مفصل هتعجبكم جدا. عايزاكم تشتركوا في قناتي، كل اكلي ان شاء الله هيعجبكم لانه اكل سهل وبسيط، من اكل امهاتنا اللي احنا اتربينا عليه وتعودنا عليه طول عمرنا. هو ده اكل امهاتنا البسيط السهل، مفهوش عقد ولا تكاليف. بعد كده هنقطع البصلاية قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين معايا. بنقطعها قطع صغيرة. بنجيب حلة على النار، بنحط معلقة سمنة بلدي ومعلقتين زيت يسيحوا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هننزل بالبصلاية وناخدها كده تقلبتين لحد ما تدبل معانا، عشان بعد كده هننزل بالجزر. نزلنا بالجزر هنقلبهم مع بعض ياخدوا سوا بعض. زي ما انتوا شايفين الجزر والبصل لونهم بقى جميل ودبلوا معانا. هننزل بالبسلة المتفرزة وجاهزة على الأكل، جاهزة على التسوية. بعد كده بنقلبهم مع بعض وهننزل بالطماطم. زي ما انتوا شايفين الأكل ما شاء الله شكله جميل وحلو وهو لسه بيتعمل. بعد كده هننزل بالملح والسكر والفلفل الأسود وسبع بهارات. طبعا السكر بيعادل الحموضة بتاعت صلصة الطماطم. وناخدهم كده تقلبتين مع بعض، وأول ما ياخدوا غلوتين كده بنوطي النار. أهم حاجة توطي النار على الأكل عشان أكلك يبقى مستوي بطريقة حلوة ويبقى طعمه زي العسل. طبعا هنا عندنا حلة معلقة سمنة بلدي هننزل عليها بالشعرية لحد ما لونها يبقى ذهبي وجميل. بنقلب
ايدينا على طول في الشعرية عشان ما تتحرقش منك. لازم تبقى الشعرية ايدك فيها على طول عشان ما تتحرقش. زي ما انتوا شايفين بقى لونها جميل. اول ما اللون بيبقى كده بننزل بعد كده على الرز. نزلت هنا بالرز وهنقلب بقى مع بعض عشان الرز يبقى مفلفل معاكي. لازم تقلبي كده حبة حلوين. بعد كده بنعاير طبعا المية. وهنحط ملح وورق لورا وهنقلب مع بعض الرز. تقلبتين كده، واول ما الرز يتشرب هنوطي النار. زي ما انتوا شايفين هنا البسلة شكلها زي القمر. هننزل بكوباية شوربة عشان طبعا البسلة تاخد من طعم الشوربة الجميلة جدا اللي احنا عاملينها بطريقة جميلة جدا. فطبعا الطعم هيبقى في حتة تانية وحكاية كمان. هنا الرز اتشرب، بناخده كده تقلبتين من فوق لتحت ومن تحت لفوق، وبنوطي عليه خالص وبنغطي، بنسيبه يستوي مع نفسه. طبعا هنا الأكلة محتاجة طبق سلطة عشان يبقى كملت فوايدها ليكي ولعيالك ولجوزك. ربنا يا رب ما يحرمش أي واحدة من بيتها ولا من جوزها ولا من عيالها ولا من أهلها، ويخلي لنا أهلنا يا رب، ويبارك في صحتهم وفي عافيتهم. طبعا هنا قطعت الخيار وهنقطع الفلفل الرومي وهنقطع الطماطم وهنبشر الجزرة وهنعصر عليها ليمونة ونحط ذرة ملح. كده أكلة متكاملة بكل فوايدها، لحمة وبسلة ورز وسلطة ليكي ولعيالك ولبيتك ولجوزك. بالهنا والشفا عليكم، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم وعلى أمة سيدنا محمد كلها. عايزاكم تتابعوني وتشتركوا في القناة بتاعتي وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. هنا السلطة بقت جاهزة، ناقص بس نعصر الليمونة. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، الله أكبر الأكل. واللحمة زي السكر، دايبة دايبة جدا. أهم حاجة السوا، بيبقى على نار واطية عشان الأكل يطلع معاكي زي العسل. والهنا والشفا عليكم وعلينا وعلى كل الناس يا رب. زي ما قلت لكم عايزاكم تتابعوني وتشتركوا في القناة بتاعتي. بحبكم جدا ونورتوني طبعا.